إخواني السادة المستشارين المحترمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الحكومة المحترم، آمل أن أساهم بهذا التعقيب في إغناء النقاش حول هذا الموضوع المهم. هو موضوع كما لا يخفى علينا جميعا موضوع واسع متشابك ومتعدد الجوانب. احنا في تقديرنا في فريق الأصالة والمعاصرة من بين مواضيع كثيرة مرتبطة بمحور هذه الجلسة هناك على الأقل 3 مواضيع لا تحتاج منا إلى جهد كبير لإقناع بعضنا البعض بصوابها. الموضوع الأول وقد تحدثتم عنه يتعلق بأهمية هذا الموضوع اللي كنناقشوه اليوم، بل أقول الأهمية الحاسمة لهذا الموضوع، لأن الموضوع ديال تحديد موضوع ديال الغطاء الغابوي في علاقته بإعداد التراب الوطني هو محور كل تنمية مستدامة. وأضيف إلى ذلك أن هذا الموضوع فيه الحقوق ديال الأجيال الحالية، ولكن أيضا فيه الحقوق ديال الأجيال القادمة التي من واجبنا أن نحميها وأن نصونها. الموضوع الثاني اللي ما كيحتاجش مجهود منا باش نقتنعوا به وهو المتعلق بالإطار القانوني سواء الدولي أو الوطني المتعلق بحقوق المواطنين في بيئة هناك جيل جديد من الحقوق تتأطرها الاتفاقية الدولية وكذلك الإطار القانوني الوطني، وهو ما يتعلق بحق المواطن في البيئة السليمة والمتوازنة والحق وكذلك حماية التوازن البيئي والأيكولوجي. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللي بلادنا مصادقة عليه كتكلم على هذه الحقوق، إعلان ستوكهولم وإعلان ريو دي جانيرو اللي كيتكلموا على مفهوم الحق في البيئة السليمة واللي بلادنا مصادقة عليه كذلك كتكلم على هذه الحقوق، وثيقتنا الدستورية اللي هي أعظم مكسب ديمقراطي حققناه في هذه المرحلة كذلك كتكلم على الحقوق ديال المواطنات في بيئة سليمة، ولكن كتكلم كذلك على واجب الدولة وعلى واجب الحكومة لتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العيش في بيئة سليمة. الموضوع الثالث اللي ما كنحتاجوش كذلك نديروا فيه مجهود كبير باش نقنعوا بعضياتنا به وهو الموضوع اللي تكلمتوا عليه السيد رئيس الحكومة وتكلموا عليه الإخوان في الأسئلة ديالهم، الموضوع اللي كيتعلق بالمخاطر والتحديات والإكراهات التي تواجه يعني الغطاء الغابوي وتواجه حقوق ديال الأجيال الحالية والأجيال المقبلة فيما يتعلق بحقهم الطبيعي والمكفول بالتشريع الوطني والدولي في بيئة سليمة. لا نحتاج إلى مجهود كبير كما قلتم السيد رئيس الحكومة لإثبات حجم النزيف والاستنزاف الذي يتعرض له الغطاء الغابوي والتهديد الحقيقي اللي كيعرفوه بسبب العوامل التي أشرتم إليها في جوابكم. وعدد من التقارير لا الوطنية ولا الدولية كتتكلم بأن هناك شيء ما يعني يستوجب منا مضاعفة الجهود لوقف هذا النزيف صونا لحقوق الأجيال الحالية في بيئة سليمة وصونا للأجيال القادمة. يكفي أن نذكر على سبيل المثال بالتقارير الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة اللي بينت بأن هناك مساحات شاسعة من المجال الغابوي يتم تدميرها ببلادنا 31,000 هكتار سنويا اللي كتدمر، ورغم المجهودات المحمودة اللي قامت بها بلادنا ولكن لم نتمكن إلا من تعويض 30% من الأضرار التي تلحق بالمجال الغابوي. كما يتعرض النظام البيئي الغابوي لضغوط متعددة للأسباب التي أشرتم إليها، ولكن نسجل بأن الحكومة لم تحقق حتى الآن يعني ما وعدت به بشأن تحقيق معدل تشجير سنوي في حدود 50,000 هكتار، في حين أن المحدودية ديال الوسائل والإمكانات تمكن فقط من زرع 37,000 هكتار من الغابات الجديدة سنويا. بالمقابل يفقد الغطاء الغابوي ببلادنا حوالي 30,000 هكتار سنويا، وهذه تصريحات ديال يعني ديال المندوب السامي، وكاين مجهودات كبيرة أشرتم إليها بذلت، ولكن نعتقد بأنها مازال ما وصلتش ذاك الحد المعقول اللي كيمكننا نطمئنوا على أننا ماضون في الاتجاه الصحيح بالإمكانات اللي وضعناها حتى الآن. إذن هذه المواضيع ما غنتكلموش عليها، بغينا نجيو صلب الموضوع السيد رئيس الحكومة إذا سمحتوا، وهو الموضوع ديال هذه الجلسة التي نسائل فيها الحكومة عن التصور ديالها، عن السياسة ديالها،
عن الخطط ديالها، عن البرامج ديالها، ولكن أيضا عن حصيلة ما أنجزته في بحر سنة ونصف من تحمل المسؤولية. طبعا يجب التذكير بأن الحكومة في البرنامج الحكومي ديالها قدمت وعدت بأشياء كثيرة وقدمت التزامات. العنوان العريض ديالها والبارز ديالها هو التدبير المستدام للموارد الغابوية، وكاين الالتزام ديال تنمية المجال الغابوي، وهذا محور يهم ساكنة تقدر ب7 ملايين نسمة. كاين الالتزام ديال الحكومة ديال سقف 2011 لإنهاء معضلة ديال التحديد الغابوي وتحفيظ الملك الغابوي في أفق تحفيظ ما يفوق كما أشرتم إلى ذلك في جوابكم 7 مليون هكتار، بما في ذلك المساحات المحددة إداريا والمصادق على تحديدها، والتي تبلغ 3.7 مليون هكتار بتنسيق مع مختلف الفاعلين. كاين التزام كذلك ديال تخليف وتحديد أو تشجير حوالي 50,000 هكتار في السنة، مع إعادة تأهيل المجال عبر إعطاء الأولوية للأصناف الطبيعية المحلية ودعم البحث الغابوي ومقاربة الجودة. سؤال: أين نحن من هذه الالتزامات؟ طبعا لا يمكن إلا لجاحد أن ينكر أهمية وقيمة المجهود اللي تبذل، ولكن نحن نسائل الإنجازات بالمعنى الإنجازات على الأرض قياسا للالتزامات المعبر عنها في هذا العمر، في هذه التجربة ديال سنة ونصف التي نتحدث عنها. اسمحوا لي السيد رئيس الحكومة أن أقول بكل صراحة بأنه لا توجد إنجازات بالمعنى الحقيقي لكلمة إنجازات في هذه السنة ونصف. نعم كاين مجهود حنا ما كنبخسوش كتقوم به المندوبية وعدد من الشركاء الآخرين، ولكن الإنجازات بالمعنى الحقيقي للكلمة في هذه السنة ونصف ما شفناهاش وما كنلمسوهاش، وأعيانا البحث عن ما أنجز وما اتخذ من تدابير ومن إجراءات، ولم نعثر إلا على شيء ذي بال. بل لاحظنا بأن هناك استمرار التحديات واستمرار النزيف واستمرار الاختلالات واستمرار الاستنزاف. لاحظنا بأن الحكومة في هذه السنة ونصف لم تحقق ولو جزءا معقولا من الأهداف ومن الالتزامات اللي قريت عليكم قبل قليل والتي أخذتها من البرنامج الحكومي اللي صادق عليها البرلمان. ثانيا، الحكومة لم تأخذ على محمل الجد التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في التقرير الشهير اللي صدر سنة 2009 واللي تكلم فيه على عدد من المشاكل. كنا نتمنى على الأقل في هذه السنة ونصف أن نجد في برامج الحكومة وفي سياسة الحكومة في هذا الموضوع اللي كنناقشوا أن نجد صدى وترجمة لهذه التوصيات الواردة في التقرير ديال المجلس الأعلى للحسابات. نجيو الآن الإشكال الثالث، وهو الإشكال مهم جدا ولكن مؤرق في نفس الوقت، وهو الإشكال المتعلق بالتحديد الغابوي. التحديد الغابوي يمكن لنا نقول السيد رئيس الحكومة بأن سنة ونصف هي سنة بيضاء. نعم سنة بيضاء فيما يتعلق بتحديد الملك التحديد الغابوي. ليس هناك إنجاز بالمعنى الحقيقي للإنجاز، بل على العكس من ذلك المندوبية السامية للمياه والغابات دارت مجهود وهيئات مشاريع مراسيم، وفي مكتبكم السيد رئيس الحكومة ما يفوق 50 مرسوم كينتظر التوقيع منذ سنة ونصف. ما يفوق 50 مرسوم ينتظر التوقيع ولا توقيع حتى الآن. ويحق لنا أن نتساءل لماذا؟ واش هذه المدة ديال سنة ونصف ما كافياش باش توقعوا على هذه المراسيم؟ ما هي دلالة هذا عدم التوقيع؟ ولماذا بالضبط يعني يجب أن نستهلك كل هذا التوقيت، علما بأن الاستنزاف والنزيف يستمر وغادي بواحد الوتيرة يمكن غنوصلوا فيها لواحد الوقت إلا بغينا نداركوا ما استنزف وما نهب وما دمر غادي يكون تكلفة مضاعفة. تحضرني هنا وأنا آسف راني كنحاول ما أمكن نتجنب، ولكن لابد ما نسولوا بعضياتنا بالوضوح اللازم. كتحضرني هنا تصريحات لبعض المسؤولين ديالكم السيد الرئيس الحكومة المحترم في علاقة بهذه المراسم اللي ما توقعتش، ما يزيد على 50 مرسوم في المكتب ديال السيد رئيس الحكومة. مسؤولين تيقولوا ولربما هناك ما يشير إلى أن هناك تزوير فيما يتعلق بهذه المراسم. طيب من يزور؟ ولفائدة من يتم التزوير؟ ولماذا لم يتم فتح تحقيق إداري أو تحقيق قضائي؟ لا اسمح لي السيد الوزير، يحق لي أن أطرح هذا السؤال من فضلك.
ولا بد لنا أن نكشف للرأي العام الوطني عن الأسباب الحقيقية، لأن هذه سنة ونصف هذه المراسم كتسنى التوقيع، علما بأنه المشاكل كتزاد. بل أضيف إلى ذلك المندوبية السامية، هذه مدة سنة ونصف بعد ما استكملت كل الإجراءات المتعلقة بتعيين المفتش العام للمندوبية، ما زال إلى يومنا هذا لم يتخذ السيد رئيس الحكومة القرار الذي يفترض أن يتخذ فيما يتعلق بتعيين مفتش. ولا بد أن نتساءل واش هذه هي الحكامة؟ واش هذا الشيء ما كيساهمش في تعطيل الحكامة التي ننشدها جميعا؟ ولا بد كذلك أن نطرح سؤال، لأننا كنلاحظوا بأن هناك واحد النوع من الموقف يبدو أنه فيه واحد القدر من الالتباس ومن الغموض فيما يتعلق بعلاقة الحكومة بواحدة من أهم المؤسسات اللي كتدخل في هذا الموضوع ديال التحديد، الموضوع ديال الغطاء الغابوي، ألا وهي المندوبية. ما زلنا نتذكر تصريحات اللي على درجة كبيرة من الخطورة التي فيها اتهامات ضد المندوب السامي موجهة من طرف نواب حزبكم السيد الرئيس المحترم، تارة، وهذا الكلام أضعه بين مزدوجتين لأنني أستشهد به، تارة يوصف بكونه لم ينخرط بعد في مسلسل الإصلاح الذي أطلقه المغرب، تارة بأنه ينتمي إلى ما قبل 20 فبراير، ينتمي إلى ما قبل فاتح يوليوز 2011 يعني دستور 2011، وتارة أخرى هناك اتهامات لمسؤولين لهذا المسؤول بالتدليس والتحايل والعمل لخدمة أجندات ولوبيات معينة. كانت طرحت أسئلة لأنه هناك ما يؤشر على واحد النوع من عدم الثقة. انتهى الموضوع؟ لا، باقي 8 سكوند 6 سكوند. سيد رئيس الحكومة، أريد أن أجيبكم على تحدي رفعتموه في وجهي في الجلسة السابقة لما تكلمت على الزيارة لإسطنبول. انتهى الوقت. هذا هو برهاني. الكلمة الآن للفريق. انتهى الوقت سيد الرئيس. سيد الرئيس، انتهى الوقت. حقيقة ما يتداول في هذه الجلسة من اتهامات.